تفتكروا كل الناس ممكن تحس ببعض؟ ممكن كل الناس تحبك، تودك، تراعيك، ولا أهلك اللي منك بس هما اللي هيحسوا بيك؟ أقول لكم تعالوا نبتدي على طول قصتنا ونقول بسم الله. ياه، أنا لوحدي وكمان النهاردة محدش بيحس بيا ولا يطبطب عليا. معقول محدش يقولي كل سنة وانتي طيبة؟ يا على إحساس الوحدة. أقول لكم قبل ما أبدأ كلامي عايزة أعرفكم بنفسي. أنا سهيلة، النهاردة تميت 41 سنة، متجوزة وعندي 4 أولاد: أحمد، عمرو، شهد ونهال. الحمد لله ولادي كبار، أحمد بيشتغل وعمرو وشهد في الجامعة ونهال آخر العنقود في إعدادي. بحب جوزي قوي وأولادي، حياتي كانت كلها لبيتي وجوزي وبس، وكنت فاكرة إن كده صح وبحافظ على بيتي. تعالوا كده أوريكم شكل حياتي إزاي. يا ماما انتي فين يا ماما؟ أيوة يا عمرو يا حبيبي، أنا هنا في المطبخ. طب يلا يا ماما، فين الفطار؟ أنا وشهد هننزل النهاردة بدري، هننزل مع بعض عشان عندنا محاضرات. ماشي يا حبيبي، من عينيا حالا والفطار هيكون جاهز. يا ماما حضرتيلي اللانش بوكس بتاعي؟ طبعا يا قلب ماما، كل حاجة جاهزة، بس يلا كملي لبسك عشان هتتأخري على المدرسة. الحمد لله الولاد نزلوا، دماغي مصدعة جدا. هقوم بقى اعمل لي كوباية نسكافيه واقعد اريح شوية. صباح الخير يا ماما، عايز افطر عشان انزل. صباح النور يا احمد، حاضر يا حبيبي هجهز لك الفطار. يلا يا سهيلة، صباح الفل، حضريلي الفطار كده هتأخر على الشغل. حاضر يا محمد، هقوم اهو، حاضر. بس يا هدى كل يوم كده حاسة ان الصبح ده بيكون موال دماغي خلاص. بصراحة يا سهيلة انت اللي غلطانة، يعني ولادك ال4 وجوزك ما كلهم تقريبا بينزلوا في ميعاد واحد، فرق يعني 10-15 دقيقة. ما كلهم يقوموا يفطروا في ميعاد واحد وبعدين ينزلوا براحتهم، لكن انت هتحضري الفطار كام مرة؟ كده صعب قوي. على رأيك يا هدى، ويا ريتها جت على الفطار بس، لا ده حتى الغدا كمان نفس النظام، مع ان برضو كلهم مواعيدهم تعتبر واحدة، بس لا، حد عايز ياكل دلوقتي، حد عايز ينام وبعدين ياكل. ده حتى لو ابوهم بياكل واسأل اقول لهم حد عايز ياكل قبل ما اقعد، يقولوا لي لا، يا دوبك 5 دقايق ويقولوا لي يا ماما حضري لنا الغدا. انا خلاص تعبت، ده ممكن يوصل بيا الحال اني اجهز الغدا 4 أو 5 مرات عشان مزاج كل واحد. بصراحة انتي اللي غلطانة يا سهيلة، ما تلوميش غير نفسك، ولازم كبار ولازم يعتمدوا على نفسهم ويخدموا نفسهم ويخدموكي انتي كمان. هو ده بقى كان نظام حياتي، كل يوم فطار وغدا وعشاء وتنظيف شقة. بعتبر مش بشوف حد، ماليش صحاب، هي هدى أختي بس. تصدقوا أنا معرفش أي حاجة عن أي حد من قرايبي أو صحابي بتوع زمان، انعزلت تماما. المهم في يوم كده صحيت الصبح كالعادة، يا ترى ايه اللي هيحصل النهاردة؟ ممكن الاقيهم بقى حضرولي الفطار، ولا روقوا الشقة، ولا يكونوا مش هيخرجوا النهاردة وقاعدين عشان يحتفلوا بعيد ميلادي، ولا ممكن يعزموني على الغدا او العشاء او يجيبولي تورته. ياه، نفسي قوي اعرف هيعملوا ايه. انا مش هبين اي حاجة خالص، كأني ناسية عشان اشوف بقى هم هيعملوا ايه. ماما، يا ماما. ايوه يا شهد. ايه يا ماما، انت راحت عليكي نومة ولا ايه؟ فين الفطار؟ ها. لا يا حبيبتي، الفطار
هجهزه حالا. فين اخواتك امال؟ عمرو نزل من ساعة، عنده محاضرات قبلية، ونهال بتغير هدومها، واحمد نايم. ايه ده؟ شهد ما قالتليش كل سنة وانتي طيبة؟ هي ناسية ولا ايه؟ لا لا لا، ازاي؟ اكيد مش عايزة تقول عشان ما تبوظش المفاجأة. اكيد هي واخواتها وباباهم متفقين على كده. ماما، فين الفطار؟ انت نسيتي تحضريه ولا ايه؟ لا يا حبيبي جاهز، بس مش انت النهاردة اجازة؟ انت قلتلي امبارح ان انت واخد النهاردة اجازة. ايوه اجازة، بس انا نازل مع هاجر. ده انا واخد لها النهاردة اجازة مخصوص عشان اخرجها، عشان بتقول انها زهقانة. هاجر؟ هاجر خطيبتك زهقانة؟ ازاي؟ ازاي يا ابني؟ هي بتقعد في البيت دي كل اسبوع، بتخرج معاك وتخليك تخرجها. بقى انت واخد لها اجازة مخصوص النهاردة عشان تخرج هاجر خطيبتك؟ ايه ست الكل، احنا هنغير ولا ايه؟ ها؟ لا يا ابني، اغير ايه بس؟ انا عايزاك تريح شوية، انت طول الاسبوع شغل ومش بتستريح خالص. عادي يا امي، راحتها بالدنيا. المهم جهزي الفطار بسرعة عشان انزل على طول، لحسن اتأخر عليها وتزعل، وانا ما اقدرش على زعلها. يا احمد، واخد يوم عيد ميلادي انا اجازة مخصوص عشان تخرج خطيبتك؟ ده انت مهنش عليك تعملها ليا انا، ولا حتى كلمة كل سنة وانتي طيبة يا امي. يلا اما اشوف اخواته هيعملوا ايه. ماما، انا راجعة مش قادرة، هدخل انام. تنامي ايه بس يا شهد يا حبيبتي؟ اتغدي طب الاول. لا، انا كلت مع صحابي في الجامعة، يا دوبك هدخل انام. بس والنبي يا ماما عشان خاطر محدش يصحيني خالص لغاية بكرة الصبح، انا موريش اي حاجة النهاردة. ايه ده؟ هو في ايه؟ دي حتى ما قالتليش كل سنة وانتي طيبة يا ماما. ماما، يا ماما. ايوه يا نهال يا حبيبتي، هتاكلي دلوقتي؟ اه يا ماما، بس بسرعة عشان الحق، عندي درس كمان ساعة، وبعدين هروح لمي نذاكر شوية، وهرجع على بالليل ان شاء الله مش هتأخر. ازيك يا سهيلة، عاملة ايه؟ الحمد لله يا محمد، الحمد لله على السلام. احضر لك الغدا؟ امال فين الاولاد؟ مش سامع صوتهم يعني. عادي، احمد خرج مع خطيبته، وشهد نايمة، ونهال في الدرس، وعمرو خرج مع صحابه. تمام، حضريلي الغدا عشان جعان قوي. عايزة حاجة من تحت يا سهيلة؟ ايه ده؟ انت نازل؟ اه، رايح على القهوة وهرجع بالليل. نام انتي ما تستنينيش. معقول؟ ايه ده؟ انا مش مصدقة. هم دول ولادي؟ هو ده جوزي؟ هم دول اللي عايشة عشانهم؟ دول اللي بضحي عشانهم بكل حاجة؟ لا، انا مش مصدقة. في حاجة غلط، اكيد في حاجة غلط. استحالة دول يكونوا ولادي وجوزي. ده محدش حتى افتكر انه يعيد عليا. طب ازاي؟ اهدي بس يا سهيلة، من ساعة ما كلمتك الصبح عشان اقولك كل سنة وانت طيبة، وحكيتيلي انك مستنية يعملوا حاجة. بصراحة كنت متأكدة ان هما مش هيعملوا حاجة خالص، وكنت بتمنى اكون غلطانة، بس للأسف انا طلعت صح. ولادك انانيين يا سهيلة، مش بيحبوا ولا بيفكروا الا في نفسهم بس، ودي بصراحة مش غلطتهم، انتي اللي غلطانة. كلنا بنحب ولادنا وبنحب ندلعهم ونجيب لهم كل حاجة، بس انتي دلعتيهم بزيادة لحد ما وصلتيهم
للحال ده؟ ما بيفكروش غير في نفسهم وبس، مش بيشيلوا أي مسؤولية، عايزين ياخدوا بس، مش بيفكروا هيدوا ايه زي ما بياخدوا. كل واحد بيقول أنا عايز ايه، محدش بيفكر هو يدي ايه. دول ولادي يا هدى، وهم كل حياتي. كنت فاكرة إنهم هيحسوا بيا وهيحبوني وهيفهموا إني ماليش غيرهم. طب ماشي، بالنسبة لمحمد جوزي أبو عيالي، حب عمري، ده بقى أنا غلطت معاه في إيه؟ لأ، ده بقى انت غلطتي في حق نفسك قبل ما يكون معاه. ازاي يا هدى؟ فضلتيه عن نفسك في كل حاجة. ما كنتيش بتجيبي هدوم عشان هو يلبس وتقولي يعني أنا بروح فين، المهم هو يلبس ويظهر. كنت بتستخسري في نفسك الأكل عشانه، كنت بتستخسري الخروج أو السفر عشان توفري له الفلوس، كنت بتهملي في نفسك عشانه. كل حاجة عملتيها عشانه عشان هو يكبر، ونسيتي نفسك. انتي فين؟ انتي فين يا حبيبتي؟ كنت بتحتفلي بعيد ميلاد كل واحد فيهم وانتي لأ. فاكرة زمان ولادك اما كانوا صغيرين كانوا بيحوشوا من مصروفهم عشان يجيبولك هدية، تقولي لهم لأ، اصرفوا فلوسكم، انا مش مهم. حتى في عيد الأم كانوا يجيبولك هدايا، تقولي لهم لأ، ادوها لمدرسينكم عشان توفري فلوس لجوزك. فاكرة جوزك أما كان بيديكي فلوس ويقولك هاتي اللي عايزاه، تقوليله لأ مش عايزة، خليهم معاك. ده حتى أما جابلك هو هدية خدتيها ورجعتيها وهديتيله فلوسها. حتى أحمد ابنك أما خطب وخطيبته جابتلك هدية في عيد الأم، عملتي ايه؟ خدتيها ورجعتيها وجبتي هدية تانية واديتيها لأحمد يديها لحماته. قال ايه؟ عشان توفري له فلوس. انتي يا سهيلة اللي عملتي كده في نفسك. قبل ما تلوميهم كلهم لومي نفسك، لومي سهيلة اللي عملت كده في نفسها. ومش معنى كده اني بقول انهم مش غلطانين، لا، دول غلطانين غلط كبير قوي، بس انتي المسؤول الاول عن الغلط ده. تصدقي يا هدى كلامك صعب قوي، بس فعلا عندك حق. انا اللي عملت كده في نفسي وفيهم. كنت عبيطة قوي، كنت مستنية النهاردة وفاكرة انهم هيعملوا حاجات كتير قوي عشان خاطري. انا زعلانة قوي يا هدى، زعلانة قوي. ما تزعليش يا سهيلة، بس انتي برضو اللي في ايدك تصلحي كل حاجة. صدقيني انتي اللي ممكن تظبطي كل حاجة. انا؟ طب ازاي؟ اعمل ايه؟ بصراحة كلام هدى صح، سهيلة غلطت كتير قوي في حق نفسها قبل ما تغلط في حق ولادها، بس أكيد ممكن تصلح الموضوع ده. تفتكروا سهيلة هتعمل ايه؟ ويا ترى ولادها فعلا هيحسوا بيها ولا في الآخر برضو هيلوموها؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الجاي.